الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد شرغوش، أهلا وسهلا بيكم. ناس في الجروب عندي اللي مش مشترك في الجروب وموجود عندي في القناة صورة الجروب أهو يشرفنا فيه. طلبوا مني أكتر من مرة يا عم أحمد الفرق بين عود كاستنج المركب وكاستنج الشاطئ. هو فعلا في فرق بين الأعواد دي؟ هنشرحه كل حاجة بالتفصيل. الحلقة دي مهمة جدا لأي مبتدئ، واللي أنا هقوله فيها يبعد كل البعد عن أي حد. اللي أنا هقوله في الحلقة دي من خلال التجارب الشخصية وخبرتي أنا ورأيي الشخصي اللي هو الحمد لله أنا مقتنع بيه، وهثبتهولك في الكلام في الحلقة دي. خليك معايا واحدة واحدة هتفهم يعني إيه كاستنج ويتعمل إزاي. يلا بينا، يلا بينا. رجعنا لكم تاني ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. زمان ما كناش نعرف يعني ايه كاستنج، لان ما كناش بنقوله كاستنج. كنا بنروح البحر نصطاد، وفي ايام معينه بنعمل حاجه اسمها مخايله. المخايله دي اللي هي حضرتك بتقول عليها الكاستنج دلوقتي. ما كانش عندنا بريت، ما كانش عندنا لورات، ما كانش عندنا الامكانيات اللي مسهله عليك الامر دلوقتي. بس عملنا مخايله وخدنا سمك زي الفل. أدينا المهمة الحمد لله، أدينا المهمة. كنا بنخيل زمان في موسم القرص. يعني إيه؟ السمك اللي بياكل سمك ده اسمه سمك قرص. وقت ما نبقى شغالين ويظهر القرص بنحضروا عدة القرص اللي هي كانت معانا الريشة اشتغلوا بيها على المياس عفوا المعالق المعدن. كانش فيه بقى لورات ولا الماركات اللي بنشوفها دلوقتي. طيب، ولا كانت في أعواد كاستم متاحة كده يعني. أمال عملنا مخيلة إزاي؟ بالنايلون وبالعود اللي معانا المكنة، والعود اللي احنا بنشوح بيهم واللي احنا بنطلع بيهم تصيد. مش هنكر ان انتوا اليومين بتوعكم دول احسن، الامكانيات سهلت لك الحال خالص، ولكن احنا عملنا مخايلة. ده اللي بيزعل الناس من الكلام. انا ما بنكرش التطور والتحدث والامكانيات دي بتسهل، ما تقولش ما ينفعش، لان احنا عملنا اللي ما ينفعش ونفع. بتخفف عليك الامر اهو. عايزين نتكلم في الحلقة دي بكل وضوح وبالبلدي. أنا مش قاعد مع محترفين فهقول لك كلام مقفول، ولا أنا مش عارف أقوله عشان ما أقولوش. هقول لك كلام واضح بمنتهى البساطة، لأن الفيديو ده تعليمي. لو كلمتك كلام أكاديمي بحت هبقى أنا فاشل إن أوصل لك المعلومة. العيب مش هيبقى فيك، العيب هيبقى فيا. عشان كده هتكلم بمنتهى البساطة والتوضيح عشان حضرتك تفهم. الكاستنج اللي هي المخايلة، بنعدي بطعم صناعي قدام السمكة، نخدعها عشان تجري على الطعم ونصطادها. سواء الطعم ده كان معدني أو بلاستيك أو رابر سيليكونات. بتختلف الرابلات في ماركاتها، بتختلف الأعواد وأسعارها، وعدة الكاستنج غالية. طب يا عم أحمد، ينفع أعمل كاستنج بتلسكوب؟ والله اللي هيتسرع في الإجابة هيبقى غلط. سؤال مهم جدا ومحتاج تفكير، حتى من حد خبرة، حتى من حد خبرة، إلا لو أنت حافظ الإجابة. التلسكوب أقوى ولا القطعتين المفرغ؟ القطعتين المفرغ أقوى على الإطلاق، ولكن في أعواد تلسكوب لو توفرت فيها الشروط اللي هنقولوها دلوقتي. عشان كده بقول لك اوعى تجري الفيديو حتى لو طول، لأن كل ثانية فيه فايدة ليك عشان تطلع فاهمان. لو توفرت فيها الشروط هتعمل كده. وبنزل لكم أعواد تلسكوب بالفيديوهات بتاعتها وهي بتشيل سمك. مش هيفاجئك انت، بيفاجئني انا، وبيحقق النتيجة المرغوبة أكتر ما كنت متوقع. طيب يا عم أحمد، هو أنا لو طلع كاستنج شاطئ لازم أجيب العود أبو 2000 وب3 وب 1500 جنيه؟ بصراحة لا. لا على حجم السمك اللي أنت هتاخده ولا مستاهلة، إلا لو كنت أنت عايز تجيب. فأنا هقول لك ينفع
هات لو معاك، وما اقولش للي معهوش ما ينفعش عشان يجيب حاجة تانية. انا عايز الفيديو ده يكون ما شريتش منه، وخليني بفهم فقط، ما اتكلمش في حاجات تانية. كل لبيب بالإشارة يفهمه. كاستنج الشاطئ أسماكه محدودة ومعروفة. عشان أجيب عود كاستنج مطلوب من عود الكاستنج سواء كان عود هيشتغل شاطئ أو مركب. اللور أو السيليكون أو الرابر اللي أنا بحدف بيه خفيف جدا، فمحتاج عود يوصل لي الحاجة الخفيفة دي لأبعد مسافة مطلوبة. ينفع يكون عاصي؟ لا. الكاستنج انا طول النهار عمال اعمل كده بالعود، اعمل كده بالعود، اشتغل كده بالعود. طب لو العود ده تقيل ايه اللي هيجرى؟ كتفي هيتعبني من قبل ما اضرب سمك، ولو ضربت سمك وانا ايدي وجعاني مش هعرف اطلع السمك. دي تاني حاجة قلتها دلوقتي. عود مرن عشان يحدف الوزن الخفيف جدا اللي ساعات بيبدأ من 8 جرام و10 جرام لغاية 30 و40 و50 جرام. وعود يكون خفيف على ايدي عشان انا اشتغل بيه وقت طويل وامسح بيه اكبر مساحة بدون متعب. كده احنا قلنا شرطين في عود الكاستنج: مرونة وخفة. عشان كده تلاقي اغلبية الاعواد الكاستنج كربون. كربون يعني ايه؟ يعني وزنه خفيف جدا. ضربنا السمكة. اوعى تضرب سمكة والدراج مش مفتوح. لو شغلت كاستنج ومعاك عدة بألوفات وقافل النجمة بتاعة المكنة مش هتاخد سمك. لازم النجمة تكون مظبوطة، ومش بغلو العدة، لا، بتطبيق الشروط الصحيحة. بمعنى أصح، لو معاك عدة بفلوس غالية وأنا معايا عدة بسيطة وطبقت اللي أنا بقول عليه، أنا أكسب. مفيش حاجة ما بتبص إلا من سوء استخدامك، وأنا هنا مش عشان أبيع لك، عشان أعلمك تستخدم صح. طيب نرجع لنقطة مهمة. عرفت هجيب عود مرن وهجيب عود وزنه خفيف. ضربت السمكة ناقصة قوة العود، يبقى القوة والحساسية والمرونة. خلي بالك أنا عايزك تطلع من الفيديو ده مش هقول لك تشتري إيه، زي ما أقول لك قول لي اسم نوع باكو سنارة أجيبه. أنت ما فتوش بحاجة. أنا أعلمك تشتري باكو سنار، وفي الفيديو ده هعلمك تشتري عود كاستنج براند هتبقى عليه بياناته. طب لو مش براند هتعرف انت تفيل عود وتقول بياناته. ركز معايا في الفيديو وان شاء الله هتطلع منه مبسوط. لو انا هشتغل شاطئ بس، ممكن اي عود خفيف مرن قوي تحميله كويس يشغلني على السيليكونات والربلات اللي هتبقى صغيرة او ربلات الطويلة في موسم المياس. ولما يجي موسم القاروص هتبقى الربلات صغيرة ووزنها خفيف، ولما يجي موسم القاروص هنشتغل بسيليكونات. لما يجي موسم الميرا هنشتغل بمعالق ضفر صغير. هنستعرض كل ده دلوقتي قدر الإمكان. يبقى لو أنا هشتغل شاطئ نتكلم في الأطوال، نتكلم في الأطوال. في كاستنج مواني وكاستنج شواطئ. بص، أقل عود لشغل الكاستنج مش هيقل عن 42. يحبس ويفضل عشان تبقى في الأمان من أول 72 لحد 63. طيب يبقى الشاطئ العود اللي هجيبه ممكن اجيبه للشاطئ وللمركب، او ممكن اخصص عود للشاطئ فقط، لانه شغل المركب في الكاستنج بتبقى فيه مفاجآت لدخول اسماك تقيله. عشان كده بنحتاج عود اشد شويه واعفى شويه مع نفس المرونه والقوه الحساسيه عشان يستحمل السمك اللي داخل عليا ده وانا رايح. اما الشاطئ الاسماك اللي فيه بتبقى حجمها وقدراتها محدوده. الاماكن اللي فيها اسماك ضخمه بتخش على الشاطئ مش هتبقى متاحه عندنا هنا في البحر المتوسط. انا بكلمك بصراحه.
فلو انت حضرتك هتشتغل كاستنج شاطئ بس، تقدر تجيب اي عود من اول 72 ل 63 زي ما انا قلت لك، بالوزن اللي بيبقى مكتوب عليه، او لو ما عليهوش وزن، لو كان ستوك او كان عود خفيف ومرن مش مخصص للكاستنج، هتشغله في الكاستنج طالما فيه توفرت الشروط اللي انا بقول لك عليه: وزنه خفيف، مرن، قوي، يستحمل. ما قدرتش انت تميز العود ده يستحمل او ما يستحملش عشان ما تبقاش صعبه عليك، هتروح لاي حد خبره فهمان، تكون متاكد بس انه فهمان، وتقول له العود ده يستحمل اقصت بيه او اخايل بيه من الشاطئ من بره، فهيحدد لك. نيجوا لعيدان المركب. عيدان المركب بتلاقي 10 30، 10 40، 20 50، 10 50، 30 80، 20 60، نفس الاوزان دي كده. العود اللي هتقص بيه ممكن تجر بيه جر خفيف في حالة واحدة: لو البيانات بتاعته وصلت ل50، يعني 20 50 أو 10 50 يبدأ يجر طالما وصل لل50. العود 20 60 وال30 80 لو جبنا عود زي ده كده، ده عود معلهوش بيانات ولكن عود عالي جدا جاي من بره، ده 30 80 ومكتوب على بياناته وهو جاي 30 80. العود ده عالي طبعا، عالي وغالي، ولو عليه بيانات كان وصل بفلوس. بيجي لنا من غير بيانات ولكن بص الخامة بتاعته حاجة عالية جدا. العود ده كده تقديريا 30 80، يعني حرمي بيه بربلات تقيلة من المركب وهجر عليه جر خفيف عشان هو عافي. لو جبت عود زي ده هو 20 40، لو انا مسكت العود ده وعملته كده 20 40 هشتغل بيه من المركب واكون مخلي بالي، او اخليه للشاطئ عشان لان ده مش ماركه مثلا عاليه غير ده، فهلاقي العود مرن شويه ومش خامه عاليه جدا فهخصصه للشاطئ. العود ده لو كان جبر شويه كان اشتغل معايا في المركب، لان لو اشتغلت ده في المركب ممكن تخش ما اعرفش اجر بجر خفيف، ولو دخلت عليا سمكه معديه 3 كيلو، ودي احتمالات كتير في الكاستنج بتاع المراكب، فهتبهدلني وتبهدل مني العود طالما انا مش محتاج. في الحاله دي بيحبذ لو عددان الكاستنج غاليه ان انت تجيب عود تلسكوب، لو مش متوفر معاك تجيب عيدان بألوفات يعني، وزنه خفيف، دراعه طويل. ما ينفعش عود الكاستنج دراعه قصير زي عود التشويح، بتاخد عود تشويح بحر دراعه قصير، لا، مرونه خفه حساسيه دراع طويل يحدف اللور اللي معاه. طب لازم يكون مكتوب عليه بيانات؟ لا مش لازم. عود الكاستنج انت بتجربه كده وانت بتحدف او بتديه لحد خبره: العود ده يا فلان معلهوش بيانات، شوفوا كده وقدرهولي هل ينفع اشتغل بيه كاستنج ولا لا. بس هعيد عليك تاني، اللي تسأله يكون فهمان مش مدعي الفهم. عايز اقول لك كمان، في الاول قلت لك انت بتستخدم نايلون، انت مش هتستخدم نايلون لا في كاستنج الشاطئ ولا في كاستنج المركب، لانك هتحط بريد. خلاص الامكانيات اتطورت تمام، وما عادش النايلون هيستحملك برفع اللي حاطط على المكنه على السمك ده، وحتى لو هيستحملك البريدات بتخف معاك عشان حذف اللور. البريدات اللي بتستخدمها في الكاستنج من اول سواء 4 فتله او 8 فتله، لو بتستخدم سيليكونات هتجيب بريد مثلا، لو سيليكونات خفيفة وشاطئ بتجيب بريد مثلا 16 14. لو طالع البريد اللي هتجيبه تكاستنج مركب وتجر بيه هتشتغل بعشرينات عشان تجر بيه جر خفيف وعشان تحدف بيه الربلات في الكاستنج. في ناس بتحط 18 ولكن بتحط انواع غالية، فانت تحط 20 عادي ممكن تستخدمه، ولكن ده لو مش متاح انك تجيب بريدات غالية يعني يكون هيستحمل معاك. البريدات التقيلة ما تنفعش في الكاستنج خالص، ويفضل انها ما تستخدمش كمان في التسقيط لانها هتديك نتيجة عكسية. معلومة بس صغيرة هنا لان اللي قاعدين قدامي بيتعلموا كاستنج
برضه يكونوا بيسقطوا. في ناس تقول لك البريد ده حلو قوي، في ناس تقول لك البريد مش حلو قوي في التسقيط. حضرتك اللي بتضيع منك السمك وانت نازل كده، البريد ده حساس، بتقوم رادد كانك رادد زي النايلون. غلط. البريد في التسقيط حوشه. بالمره كده معلومه، البريد في التسقيط حوشه، بترفع كده، بتعلق السمك كله، لانه زي ما بيوصل لك القوه كبيره فوق، برضه بيوصل القوه اللي انت عملتها كده كبيره، فانت ممكن تنفض السمك من سبحتك. انا مش عايز الفيديو يكون طول، ويا رب اكون قدمت لكم معلومه او الجزء اللي انا عايز اوصله لك وصل لك. وهنكمل بقيه الشرح وبقيه الحاجه دي في الفيديو عشان يكمل، في تعليقاتكم انتوا اللي هيتفرج على الفيديو. لو نسيت حاجه اشرحها او معلومه انت ما وصلتكش او حاجه في دماغك انا مش فاهمها، مع بعضينا في التعليقات بتاعت الفيديو ده نبدا نكمل الشرح. اتمنى ان الفيديو يكون فاد الناس، والاستفادة أكتر تبقى في التعليقات وتبادل الخبرة وتبادل الحديث. أنا قلت بس أتقابل بيكم وأوفي الوعد اللي عليا اللي أنا قلته في الجروب، إن أعمل الفيديو عن أعواد الكاستنج الشاطئ والمركب، وأقول كام معلومة تفيد الناس. أحمد شرحوش، بيع الطيب.